ناس كتير صورت في القلعة في اسكندرية، بس ما حدش هيديك التفاصيل دي. استنونا واستنوا التفاصيل عن قلعة قايتباي في اسكندرية. قلعة قايتباي من أهم معالم اسكندرية والبحر المتوسط كله، ومن أجمل المعالم السياحية في مصر، وتاريخها ومكانها ومعلمها تاريخ لمصر وتاريخ قديم جدا. بنت قلعة قايتباي على إيد السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي من الدولة المملوكية سنة 1477 و 882 هجرية، واتبنت على أنقاض منارة اسكندرية اللي كانت من عجائب الدنيا السبع. يعني القلعة مكان منارة اسكندرية القديمة اللي كانت من عجائب الدنيا السبع. كان جزيرة فاروس أقدم موقع بحري في البحر المتوسط كله. قلعة قايتباي أسوارها ومبانيها من الحجر الجيري، وكانت هي الحصن الحصين لمصر من ناحية البحر ضد العثمانيين والأوروبيين. فقع عينه ده. بالظبط. انا ما بيبقاش عندي وقت اصلا لما بيجي شغل انجلش غصب عني. قلعة قايتباي اللي كانت الحصن الحصين لمصر من جهة البحر المتوسط زي ما انتم شايفين، كل دي آثار موجودة بقالها مئات السنين. في المكان ده كانت منارة بتنور للعالم كله، وفي المكان ده شاهد ايه؟ ليه؟ طبعا القلعه هنا كانت مليانه بالجنود، وزي ما انتم شايفين الشبابيك اللي فوق دي كانت بتبقى طبعا فيها جنود اللي هم بيبقوا بيستطلعوا على البحر المتوسط. ولحد النهارده القلعه شاهد على اللي حصل في البحر المتوسط، وكانت مناره للعالم كله. هنا القلعه، قلعه قايتباي في اسكندريه على البحر المتوسط. وده طبعا مش عارف بير بتاع ايه، ده بير مش عارف البير ده بتاع ايه، هنشوفه دلوقتي. لو في حد نقدر نساله هنساله. اهو ده البير او المكان بيودي على تحت زي ما انتم شايفين، مكان تحت عميق جدا. وهنا البير ده كانوا بيسحبوا منه ميه، بس طبعا ما حدش ينفع ينزل تحت دلوقتي زي ما انتم شايفين اهوت. كانوا بيسحبوا منه ميه ايام ما كان الجنود عايشين هنا في القلعه. وبالرغم من ان مباني القلعه مباني قديمه، لكن هي كانت بتتبني مبنيه على ارتفاعات زي ما انتم شايفين، ارتفاعات عاليه جدا علشان تقدر تكشف اكتر في البحر. لان طبعا زي ما انتم عارفين كانت القلعه حصن حصين من ناحيه البحر المتوسط لمصر كلها واسكندريه. شايفين الارتفاعات؟ من كام سنه عايش الجدران دي، عايشه من كام سنه؟ من كام سنه اسكندريه؟ شايفين الارتفاعات عامله ازاي؟
انا هحاول اجيب كده ايه الارتفاع. دي القلعه